اكو شيء منتشر بين اغلب اصحاب المشاريع بالعراق، ما نحكي عن حالة فردية، بدنا نحكي عن ظاهرة اسمها عينك على مالك دوا. يعني باختصار لا تثق باحد، تابع كل شيء، انت لازم تكون اذكى واحد وماكو شيء يتحرك الا بموافقتك. وهاي النظرية هي اول خطوة باتجاه فشل المشروع. ليش؟ لأنها تبني المشروع على مبدأ الشك مو مبدأ النظام. المدير ما يقدر يشتري قلم إلا بموافقتك، الموظف مو بس خايف يغلط، خايف يبادر، خايف يبدع. الكل يشتغل حتى يرضيك مو حتى ينجح المشروع. وانت طبعا انت تتعب، تنضغط وتشتغل بكل شيء لأنك رافض تعترف بحقيقة بسيطة: انت صاحب مشروع مو سوبرمان. اكو فرق بين افهم المشروع وافهم اكثر من الكل. اكو فرق بين اتابع الشغل واخنق الشغل. اغلب الملاك اللي يمشون على هاي العقلية ما يخلون مدير حقيقي ولا يبنون تيم فعلي. يشتغلون بمبدأ انا اقرر انت تنفذ، واذا غلطت انا عاقبك، واذا نجحت طبعا انا سويت كل شيء. زين وين الموارد البشرية؟ وين مؤشر الاداء؟ وين صلاحيات كل واحد؟ وين التدريب؟ وين النظام اللي اذا سافرت يومين لازم الشغل يبقى ماشي؟ الجواب غالبا ماكو، لأن كل شيء مبني على فلوس المالك ومزاج المالك ومخاوف المالك، والنتيجة المشروع يكبر يوم ويوقع 10 أيام. ماكو استقرار وظيفي، ماكو بيئة تطور، ماكو نمو حقيقي. يا أخي جيب لك مدير موارد بشرية قوي ووزع صلاحيات وابني سيستم رقابة واضح، خلي تيمك يعرف يشتغل ويغلط ويتعلم بدون ما يخاف. إذا بعدك تؤمن بنظرية عينك على مالك دوا، فأنت ما عندك مشروع، عندك غرفة مراقبة. وإذا تريد تبني مؤسسة تعيش وتكبر وتنتج حتى بغيابك، لازم تستبدل الشك بالنظام والأنانية بالثقة والمراقبة بالحوكمة. مع تحياتي.